لحد ما نخلص من مرحلة التقطيع وتجهيز الخامات، هنعمل هنا برضو هرم ديكوري بس بخامة تانية خالص وبطريقة تانية خالص. هنا هنعمله بقوالب سيليكون، هنملاها جبس او اي مادة تانية بتتملي جبس او بوليستر او بلاستيك شفاف. هنعملها ان شاء الله مع بعضينا بالجبس. دي القوالب معانا هنا، يلا بينا. جهزنا الحاجة اللي هنعمل فيها الخلطة. نصب المية، هناخد كمية من المية، كمية مناسبة. احنا مقدرين مثلا الكمية قد كده. خدنا كمية مية هنضيفها معانا في العلبة اللي هنقلب فيها. هنحط قد الكمية ديت جبس، هنحط قدها جبس مرتين. يعني النسبة بتاعتنا هتبقى 1 مية 2 جبس. لو حطيت كوباية مية تحط كوبايتين جبس عشان يديك خلطة مميزة ونسب مظبوطة. عشان ايه الجبس يبقى اولا ينشف بسرعة، ثانيا هتبقى صلب وماسك نفسه. تمام. هنا حطينا اول 1 مية و1 جبس كده وقلبناهم. هنحط العبوة الجبس التانية، شوية الجبس التانيين. تمام. نقلب بسرعة، طبعا الجبس هيبدأ يشك بسرعة، فمن المرحلة دي بنبدأ نشتغل بسرعة. هنبدأ نحرك بسرعة ونقلب بحيث ان الجبس كله ميبقاش فيه اي تكتلات، ويبقى سهل معانا نعرف ان نصبه في القوالب. اهم حاجة بقى احنا بنصب، هناخد شوية صغيرين نصبهم في القالب، ونبدأ ان احنا نضغط عليهم ونوزعهم بشكل جيد في كل جنب في القالب، بحيث السائل اللي هو الجبس، عجينة الجبس تخش في كل الفراغات او المسامات اللي في قلب القالب، عشان تاخد التفاصيل كلها. يلا بسم الله. خدنا شوية صغيرين هنا، هنبدأ بقى زي ما قلنا نوزعهم بشكل جيد بحيث يخش في كل المسامات اللي في القالب، مش التفاصيل الصغيرة. تمام. بعد كده نبدأ نصب بسرعة، والمفروض ان احنا مجهزين مكان او قالب تاني اصلا نحط فيه القالب ده عشان لحد ما يصب. احنا طبعا الشكل هرمي وهرم صغير، فاحنا عندنا كرتونة كده فارغة بتاعت البيض كده هنحطنا فيها القالب، شايفينه اهو. وهنبدأ نصب بقى القالب التاني والقالب التالت وهكذا. بس بسيطة جدا، ولكن بتطلع حاجة جميلة يعني. طبعا كل الفكرة هنا في القالب السيليكون ده. القالب السيليكون ده هو اللي عليه الشغل كله. ده خد مني مجهود كتير جدا يعني، بس للأسف ما سجلتوش. انا كان معايا اصلا قبل فكرة القناة ديت. عامة لو حابين تعرفوا ازاي القالب ده بيتعمل، يعني احنا ممكن ان شاء الله يبقى نعمل حلقة عنه. بنجيب طبعا نموذج الاول، نموذج كويس جدا، ونبدأ نشتغل بالسيليكون ونطبع السيليكون على الشكل لحد ما ناخد نسخة منه، ونبدأ بعد كده زي ما احنا شايفين يبقى نعرف ننسخ 1000 نسخة منه بعد كده. هنا بقى خلاص بعد يجي ربع ساعة او تلت ساعة، خلاص لحد ما اتأكدت ان الجبس خلاص جف كويس، ببدأ اطلع بقى هنا بطلع القطع من القوالب. بس حاجة جميلة ما شاء الله. لو بالبوليستر بقى بيبقى جميل، تحس ان هو رخام كده او حاجة لامعة. في ناس بتعمله بلاستيك شفاف بيبقى جميل، تحفة ديكورية جميلة يعني. الشغل بتاعنا بقى هيبقى مختلف عن كده خالص. هيبقى لا، احنا هنقفله خشب، وهيبقى في قلبيه اضاءة وازاز، ويبقى يعني مش مرحلة متقدمة شوية. اخر واحد الكبير معانا هنا اهو، ما شاء الله كل التفاصيل ظاهرة فيه. بس يا باشا عندنا احلى 3 احرامات. نبدأ بقى نظبط الزوايد اللي فيه ديت لو عايزين نلونه. ده كان خط في الاسطمبة، وطبعا معانا بينقل كل حاجة من القالب. بس ان شاء الله مع بعض في تجربة جديدة وفكرة جديدة.